بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل، كل سنه وانتم طيبين. وحشتونا جدا جدا جدا، بقالنا كتير ما شفناكوش، يجي شهر ونص ولا حاجه، لكن ان شاء الله عمرها ما هتتكرر الغيبه دي تاني كتير كده. الحقيقه كان نفسنا نطلع النهارده ونقول بس كل سنه وانتم طيبين وكحك العيد والغريبه والبسكويت والحاجات دي، بس للاسف غيرنا خطتنا. كمان كان من ضمن الخطه اللي هنحطها النهارده نتكلم عن العرايس، لانه انتوا عارفين كل سنه وانتم طيبين برضو موسم الاعياد ما بين العيد الصغير والكبير بالذات عرايس على ودنه، افراح كل يوم كل يوم. وده الحقيقه اللي كان الماستر او اللي على قائمه او على راس المتصلين بينا، سواء على المكالمات المسجله او على الايميل. معظمهم عرايس، ويا اما بيطلبوا نصيحه يا اما لسه متجوزين وعندهم استفسارات او الى اخره. الحكايه دي الحقيقه الخطه اتغيرت تماما بعد الحادث المؤسف اللي حصل تاني يوم العيد، وهي مساله التحرش اللي حصل في منطقه المهندسين. احنا مش جهه تحقيق ولا احنا محاكمه، لكن احنا برنامج متخصص، وبالتالي احنا عايزين نتناول الموضوع ده بشكل بعيد شويه عن الشكل اللي كل البرامج الاخرى بتتناوله. يعني مش هنتوقف عند لو كانت اخته يتخيل امه ويتخيل بنت خالته ويتخيل، مش ده موضوعنا هنا. احنا عاوزين نشوف بس الكواليس بتاعت الاسر اللي طلع منها الولاد دول عامله ازاي. على العموم احنا هنكمل كلامنا مع القصه دي بعد الفاصل، وهننتظر مشاركاتكم في الموضوع ده على تليفون 23 73. اوعوا تكونوا نسيتوا، هتكونوا معانا على الهوا لاي حد عاوز يشارك برايه او عنده قصه او يعرف على فكره حاجه. يعني لو في حد فيكم كان موجود في الشارع في جامعه الدول يوميها، لو حد شاف، لو في شاهد عيان يقول لنا بقى بشكل سليم وبشكل قاطع. مش مهم يقول اسمه، مش مهم يقول هو مين ولا ساكن فين، لكن احنا عاوزين حد يكون شاف الموضوع ده بعينيه ويقول لنا ايه الموضوع. عموما احنا هنلتقي بعد الفاصل مع يعني ناس هيهموكوا جدا تشوفوهم، مش هنقول هم مين دلوقتي، لكن خلينا نسمع التليفونات، الاتصالات التليفونيه، علشان نبتدي برضو يعني نشوف يعني ايه تحرش. مشكلتي ان دخلت في مرة على ولادي لقيتهم ان هم نايمين مع بعض. يعني هم مش نايمين مع بعض، لا، يعني هم لقيت البنت عندها 7 سنين والولد عنده 5، وبنت قلعة وهو قلع وبيلعبوا ان هم بيلعبوا مع بعض. انا مش عارفة اعمل ايه بصراحة يعني. هو الحقيقة أنا حبيت أبدأ بالمكالمة دي لأنه ده نوع من التحرش. خليني قبل ما أجاوب على المدام اللي سابت رسالتها، عايزة بس أتوقف عن تعريف كلمة تحرش. التحرش يا جماعة مش لازم يكون فيه تلامس، مش لازم يكون فيه شد هدوم، مش لازم يكون فيه مثلا مسك الأماكن حساسة في الجسم. التحرش فيه حاجة اسمها تحرش لفظي، في حاجة اسمها بالإنجليزي اسمها potential abuse، يعني افتراضي. يعني لو حد قال لحد كلمة خارجة قدام واحد تاني، فالتاني ده تعرض للتحرش اللفظي. فالتحرش دي كلمة واسعة جدا جدا، وكل ده فيه إيذاء وفي يعني شروع في إيذاء الشخص. طيب نيجي بقى نرد على المدام دي. هو الموضوع عند البنت اللي عندها 7 سنين والولد اللي عنده 5 سنين لا يتخطى أن يكون حاجتين. أول حاجة إن هم بيستمتعوا بأنهم بيعملوا حاجات ممنوعة من ورا والدتهم. تاني حاجة ان هم فضول، لما لقوا نفسهم اعضائهم الجنسية مختلفة عن بعض، فمن باب الفضول حبوا يخوضوا في الموضوع شوية. انا ما بقولش ان دي حاجة يتسكت عليها، بس بقول دي حاجة عادية. يعني مش بقى ايذان بان هو هيطلع مش عارف ايه، ولا هي هتطلع بقى عايزة زنا محارم ايه، ولا شهوتهم هتبقى ازاي، لا مش حاجة خالص. لكن طبعا تتوقفي عندهم عند الحدث اللي حصل ده، وتعاقبيهم هما الاثنين بشكل قوي جدا. ولازم ترجعي العقاب الى ان ربنا قال لا، يبقى نسمع الكلام. ولازم دايما دايما يبقى ده اللي في بقنا مع اولادنا، لان احنا مش هنبقى رقباء عليهم 24 ساعه، لكن ضمائرهم لازم نربيها ونقول لهم انه ربنا اذا احنا مش شايفينهم ربنا شايفهم، ودي المفروض تبقى حاجه منتهيه. نشوف المكالمه الثانيه. عندي 24 سنة، مش متزوجة، أنسة، بس بتواجهني مشكلة مع العصر بس العادة السرية. ما بشوف حد بيحب حد أو حد مشهد يعني في التلفزيون أو مشهد جنسي، بصور جدا جدا جدا، وما برتاحش غير لما بعمل العادة السرية. وأنا تعبانة جدا، فعايزة حل الموضوع ده لأنه تعبني وأرهقني جدا جدا. أرجو إن حضرتك تردي عليا.
والحقيقه لما بيجي لي مشكله زي كده يعني بحس ان هي زي بالظبط اللي في رمضان، اللي كل ما يشوف اكل في التلفزيون يقول لك انا عايز اكل وما بقدرش امسك نفسي. يعني ارجع واقول لها يا انسه، يا اللي عندك 24 سنه، يا اللي غير متزوجه، ابعدي عن المناطق اللي فيها اثاره ليكي. لما تشوفي بدايه مشهد ما تقعديش تبحلقي فيه وتستني لغايه لما تثاري وتكملي مع نفسك المشوار. انت عارفه الداء بتاعك فين وعارفه نقطه الاثاره بتاعتك فين، سيبيها، ما تخليهاش تكمل، ما تكمليهاش. انت فورا اسحبي نفسك واشغلي نفسك باي حاجه تانية. لكن انك انت تشتكي انك انت ما بتشوفي مشهد بتكمليه لغايه الاخر وبتكملي اثارتك وبعدين تروحي تعملي عاده سريه، مفيش حد ابدا يقدر يعالجك من دي. يا جماعه، اللي بيصوم رمضان بيبقى شايف طول النهار مفيش غير برامج الطبيخ في التلفزيون، وطول النهار مفيش غير ملذ وطاب واعلان عن السمنه والزيت والسكر والحاجات دي، لكن ما بيروحش على الثلاجه ويفتحها ويقول لا معلش اصل انا ما قدرتش امسك نفسي عشان شفت في التلفزيون منظر طبق يفتح النفس. باي ذا واي، على فكره يعني ده تحرش، يعني ده انت في كده بتتحرشي بمشاعرك، يعني انت بقى اللي بتخلي التلفزيون او المشاهد العاطفيه تتحرش بيكي. فالتحرش ده بيثير عندك الغرائز وبيخليكي تكملي المشوار بتاع العاده السريه. فانت توقفي وخدي قرار انك انت تبعدي نفسك عن اي مثير لغايه لما تتجوزي ان شاء الله. اللي بعده نشوف المكالمه اللي بعدها. أنا عمري 32 سنة. جوزي أكبر مني ب9 سنين. هو الحقيقة إن أنا مش بحس بأي سعادة في العلاقة الزوجية خالص. وفي نفس الوقت كمان إحنا عندنا بنت عندها 2.5 سنين، ربنا وهبها لنا بعد عمليات كتيرة وسنين طويلة. بس أنا أولا مش بحس بالسعادة، حاساها يعني 3 أسباب. أولا زواجي ما كانش عن حب، يعني جوزي خدني وهو مش بيحبني، ولغاية دلوقتي احنا بينا مودة ورحمة، لكن مش حاسة إن في حب. تاني حاجة ان هو حاسس دايما يقول لي بيحب اللي هم الجمال اللي شعرهم اصفر، اللي هم البيض مش عارفه ايه، وانا ما فيش اي صفه من الصفات دي، وبالعكس انا قصيره ومليانه وسمره يعني قمحي. والسبب الثالث ان هو كمان كان خاطب بنات اجمل مني بمراحل. هنا دي على فكرة جريمة تحرش برضو باينة جدا. معلش أنا خدت كل الرسائل اللي في البريد عندنا اللي بتشير للقصة دي عشان برضو نعرف الناس يعني إيه تحرش. هو الزوج ده الحقيقة بيتحرش بزوجته دايما بشكل التحرش النفسي، اللي هو دايما يحسسها بالنقص، يحسسها ان هو كان بيحب بنات احسن منها وكان خاطب بنات احلى منها، ودايما يشكر في البنت البيضة والطويلة والممشوقة القوام والشقرة وهي عكس كده تماما. ده تحرش نفسي بشع. يعني انا عايزه اقول له طب لو العكس حصل، لو انت مثلا اصلع وهي دايما تقول ان انا بحب الراجل اللي عنده شعر تقيل، اللي شعره تقيل، لو انت مثلا ما عندكش شعر في جسمك وكل ما تلاقي واحد عنده شعر في جسمه تقول يا سلام كان نفسي يبقى جوزي كده، لو انت مثلا ابيضاني قوي وهي تقول ما يعجبنيش الراجل الابيض، طول الوقت بتكرر الكلام ده عليك، كنت هتحس بايه؟ ده اسمه تحرش نفسي، ايذاء نفسي. ده كده يعني انت بتحطم ثقتها بنفسها. المفروض انك انت تبين لها ان هي في عينك احلى واحده في الدنيا، وان هي مهما كان فيها انت اخترتها هي، لان هي اللي فوق راسك، هي تاج فوق راسك، انت شايفها ملكه متوجه. فالحكايه دي الحقيقه ناس كتير قوي، ازواج كتير جدا غير موفقين فيها، فانا بنبههم. هي بتقول بينا موده ورحمه لكن ما فيش بينا حب. انا بقول لها الموده والرحمه ما تبقاش ابدا ان هو يقعد يقول لك انا كنت خاطب بنات احلى منك، وما تبقاش ابدا ان هو يقعد يقول لك انا بحب كل الناس اللي صفاتهم غير صفاتك، ما ينفعش. فدي الحقيقه بس قرصه ودن كده للزوج. زوجتك هتروح من ايدك، سواء الاول على المستوى النفسي والعاطفي وبعدين ممكن تبقى على مستوى الانفصال بالفعل. يعني نشوف المكالمه اللي بعدها. 25 سنة ومتجوز جديد، واللي بيحصل فقدان الانتصاب، يعني أثناء العملية نفسها الانتصاب ما بيكملش يعني. بس فكنت عايز أعرف ده إيه يعني. هو طبعا الحالة دي ينقصها تفاصيل كتير جدا، لكن بشكل عام ما بيقول متجوز جديد، ففي الحالة دي بيبقى حاجة من الاتنين، يا إما حاجة اسمها تسريب وريدي، إذا كان مثلا مدخن أو إذا كان وزنه زايد أو إذا كان ما بيلعبش رياضة أو يعني من نوع الكسول أو المترهل كده في جسمه، أو يبقى عنده مشكلة اسمها عنة شهر العسل أو عنة الشهر الأول، أو ساعات بتمتد للسنة الأولى، ودي بتبقى حاجة نفسية، بيبقى دايما كأنه بيتفرج على نفسه وهو داخل يعمل العلاقة الجنسية، فبيبقى مراقب نفسه
فبيتوتر وبينتهي انتصابه. فانا بنصحه ان هو يتوجه لدكتور متخصص، وهو يقول له يعمل فحوصات ايه يخليه يعني نعرف بسهوله شديده جدا هو بيعاني من ايه. نسمع المكالمه اللي بعدها. كنت مخطوبة لواحد بحبه قوي وسابني عشان خاطر كنت بكلم واحد صاحبه وكده، بس كنت بكلمه عادي جدا، كلام اصحاب مع بعض وكده، بس انا كنت طالبة من صاحبه ده انه ما يكلمنيش تاني وكده، بس للاسف كان بيكلمني وخطيبي عرف وكده، ومن يومها هو سايبني ومش راضي يرجع لي، واعترفت له بغلطي وبرضك مش راضي. هو الحقيقه انا توقفت عند حاجه صغيره جدا، ان هي بتقول انا كنت بكلم صاحبه عادي جدا. يعني هو طبيعي ان واحده تبقى متجوزه واحد وتكلم صاحبه عادي جدا، وكلام اصحاب يعني كلام اصحاب، مفيش كلام اصحاب بين ولد وبنت يعني طالما ان هي مرتبطه وده هيزعل خطيبها او جوزها. يعني دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا قلت له ما يكلمنيش، لكن للاسف كان بيكلمني. طب كان بيكلمك وانت بتردي عليه، يعني كان المساله لطيفه برضو ومتواصله كده. ف يعني وبتقولي اعترفتي له بغلطك، طب بعد ايه؟ يعني هو اكيد قال لك مره واثنين وثلاثه وعشرة. انا شخصيا ما تزعليش مني، يعني انا لو من خطيبك ما ثقش فيكي تاني يعني. فانت شوفي بقى، يعني يا اما تقطعي علاقتك بصديقك ده اللي انتوا بتتكلموا كلام اصحاب، يا اما تتجوزي واحد سبور بقى ما عندوش مشكله يعني. ماشي. طيب نشوف المكالمه اللي بعدها. الو، لو سمحتي، انا متجوزه بقاليش 3 شهور مثلا، والمفروض انه فتحنا اوكي غشاء لكن لسه مش عارفين نعمل العلاقه صح، مش عارفه ده من ايه بالظبط. فبعد اذنك لو سمحتي شوفي، مش عارفه، يعني كنت عايزه اسمع راي حضرتك. هو الحقيقة برضو ربط ان هو اتمام العلاقة الجنسية بغشاء البكارة، ان هو نفضي يبقى خلاص السكة اتفتحت ووسعت، ده حاجة غلط. احنا اتكلمنا فيها قبل كده بس مفيش مانع احنا نتكلم فيها تاني. انه ده في عضلة دائرية حوالين فتحة المهبل، والعضلة دي بتبقى يعني فيها زي سبازم او تقلص عند البنات بشكل عام، ودي محتاجة شوية صبر وشوية دلع كده من الزوج، ان هو البنت بتبقى خايفة شوية، فان هو يطمنها شوية شوية وبتتم العلاقة. ده ملوش اي علاقه بوجود الغشاء من عدمه على فكره، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وهقوله تاني، انه المنطقه بتاعه الشرق الاوسط والحوض البحر المتوسط معظم البنات يمكن يزيد عن 70-80% غشائهم مطاطي، وبالتالي ممكن يعيشوا حياتهم كلها يمارسوا جنس وما يحصلش فض الغشاء وما يحصلش نزول للدم وهي البنت بكر. فحكايه ربط الغشاء بانه يا سلام الحاجز انتهى وهدينا خط بارليف، ده مش حقيقي، لانه اساسا غشاء البكاره مش حاجز، ده هو عباره عن حاجه كده غشائيه، يعني حاجه خفيفه جدا على جدران المهبل من الداخل على بعد 3 سم. فعشان نوصل له يبقى اكيد حصل جماع جزئي، لكن عشان يبقى جماع كلي يبقى البنت تطمن وتزق نفسها شويه وانت برضو خلي كده عريسك يدلعك شويه ويطمنك، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. ناخد المكالمه اللي بعديها. عندي 19 سنة، مكتوب كتابي بقالي 2 سنين، وانا عاوزة اتطلق عشان انا ما بحبوش وهو اكبر مني، عنده 41 سنة. طيب انا قلت نذيع المكالمه دي على كل الناس عشان طب انا مالي، يعني انت بتقولي عايزه اتطلق وما بحبوش واكبر منك ب 22 سنه وانت واصله القرار، يعني عايزه مني ايه؟ الحقيقه ده اللي انا بستفسر عنه. بس طبعا انا معاكي تماما انك انت ما دام بتحبيهوش وبقالكم مكتوب كتابكم 2 سنين وما قدرتيش تحبيه، ما قدرش يلعب في مشاعرك، ما قدرش يسكن قلبك. على فكره فرق السن مش قاعده خالص، لا بالسالب ولا بالموجب، لكن انا متوقفه على ان هو برضو بعد 2 سنين كاتب كتاب، يعني كان في فرصه ان هو يقرب منك ويمسك ايدك وتخرجوا مع بعض وممكن مثلا يقبلك، ممكن يحضنك، وبالرغم من كده ما حصلش اي كيمياء. لكن انا معاكي تماما انك تطلبي الطلاق علشان برضو دلوقتي احسن من بعدين، لكن ما دام انت واصله للقرار نفذيه. طيب انا عايزه بس اقول حاجه قبل ما نطلع فاصل، انه الحقيقه احنا رحنا وقابلنا، كنت انا والاستاذ خالد بركات رئيس تحرير بتاع البرنامج، رحنا اسم العجوزه، سهل لنا الحكايه دي الحقيقه رجال النيابه العامه. طبعا لازم اشكر المستشار اسامه حجازي والمستشار هشام الدرندلي، وطبعا لازم اخص بالشكر العميد سياده العميد سعيد شلبي مأمور اسم العجوزه، وسياده المقدم جمال ادم اللي هو فضلنا مكتبه وسابنا نقعد مع الولاد المتهمين في حادثه التحرش الجنسي.
وكان وقت يعني مفتوح جدا جدا، وقابلناهم وقعدنا معاهم. للاسف ما قدرناش نصور اللقاء ده لانه لسه التحقيقات قيد النيابه، لكن اللي نقدر نعمله النهارده ان احنا بعد الفاصل معانا مفاجاه، معانا والده المتهم الاول ووالده المتهم الثاني. هما 2 شباب زي الورد زي الفل. اسلام عنده 18 سنه ومحمد عنده 17 سنه. احنا عاوزينكم تشاركونا الكلام مع والده اسلام ووالده محمد، ونشوف الكواليس بتاعه الاسر دي اللي يمكن محدش تعرض لها قوي قبل كده. نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما وعدناكم معانا والدة محمد مدحت ووالدة إسلام. احنا قابلنا الولدين زي ما قلنا، رحنا قابلناهم في اسم العجوزة. نتكلم الأول عن محمد. محمد عمره 17 سنة 17 سنة وواخد ثانوية السنة دي، واخد دبلوم صنايع، ومقدم المفروض يخش الجامعة. دخل ويتسجل. أفندم؟ دخل الجامعة لسه ما راحش. لسه ما راحش. طيب كان ناوي ينتظم ان شاء الله بعد العيد. باذن الله ربنا ان شاء الله باذن الله يسهله ويروح الجامعه ويتخرج ونفرح بيه ان شاء الله. طيب حضرتك قولي لي مراهقه يعني محمد كان شكلها ايه؟ عدت بسلام؟ كان في مشاكل مع اصحابه؟ يعني اكيد ما فيش ولد بيعدي كده ولا بنت يعني بتعدي الامور تربيته سهله او تربيتها سهله يعني. هو التربيه مش سهله صح، بس احنا عايشين عشانهم. عارف الحلال والحرام، دي اهم حاجه. ايوه اهم حاجه عارف ان دي حلال وحرام. بيحافظ على اخته ان هي ما تقفش في زحمه، ما لو نازله تجيب حاجه انا اللي هجيبها، ما تنزليش انتي ولا انا. يعني عنده غيره على ولا اخته، على الحريم بتوعه يعني. ولا اخته ولا مامته. لو في اي حاجه فيها مكان حد هيقف فيها ممنوع ننزل احنا. ايوه هو اللي ينزل ويجيب لنا. طب برضه حضرتك ما جاوبتنيش، مراهقته عدت مراهقته واخدها يعني ايه؟ الحمد لله احنا نعرف الحلال والحرام يعني، ونعرف ربنا كويس قوي. واخدها تهريج وضحك وبتاع. هو بيتكسف. مين بيتكلم معاه على الامور؟ مثلا لو عنده تساؤلات جنسيه، لو عنده مين يتكلم معاه موضوع والد. مثلا البلوغ والحاجات دي؟ والده. في حوار يعني بينهم في حوار بينهم وبين بعض. طيب هل مثلا برضو يعني ما فيش حد في السن ده ما عداش مثلا ان هو حب بنت الجيران او البنت اللي في المدرسه بتاعت البنات اللي قدامهم او الحاجات دي؟ ما كانش بيجي مثلا يقول لكم مثلا البنت دي اموره، البنت دي حلوه، صاحبه اخته مش عارف ايه؟ لا مش صاحبه اخته اكبر منه. هو يعني ممكن تكون بنت الجيران مش عارفه ايه، بس الحب الصامت يعني كبيره قوي يعني. يعني جميله اموره عسل قوي. ده اللي بيقول. طيب قولي لي، هو بيروح النت سايبر كافيه، النت كافيه مثلا زي زمايله مثلا بيلعبوا بيعملوا جيمز او حاجه زي كده؟ حتى اصحابه باباه متدخل مع اصحابه. لو اتاخر انت فين بالموبايل على طول لا ينزله. ولو قال له انا قاعد هنا يا بابا جنبك ما بيقولوش انا جاي لك، بيروح ويروح ويشوفه قاعد مع اصحابه ازاي. وهو عادة في الأعياد بيقضيها ازاي؟ مثلا بينزل مع أصحابه بيتفسح بيروح مصبير بيبقوا شلة كبيرة قوي. يعني المرة دي كانوا في مصبير وكان مروح. وهو في طريق المروح نزل عشان يركب يعني يروح؟ يعني المواصلات بتاعتهم ان بيجي لغاية
جامعه الدول، وبياخدوا من جامعه الدول ميكروباص بيدخلهم جوه. يعني هو كان في طريق عودته من الفسحه بتاعته يعني مع اصحابه. كان مع اصحابه، كان شله كبيره كلهم شباب. من ضمنهم اسلام. اللي هم كانوا مثلا بيبقى فيه ميكروباص واخدينه مخصوص كلهم بيروحوا بيه؟ لا، طريق عودتهم كده ان هم ينزلوا جامعه الدول، ومن جامعه الدول في ميكروباصات بتخش جوه. يعني كلهم كانوا في ماسبيرو مثلا، ركبوا مركب وهيصوا مش عارف ايه، كان في حفله بتاعت خالد سليم، وكانوا رايحين يحضروا. ده فين، في مركب يعني ولا فين؟ في ماسبيرو، في نادي. في نادي في ماسبيرو. اوكي. طيب هو كان دراسته واخبارها ايه؟ مشيت بشكل طبيعي طبيعي، ولا مره سقط فيها، ولا مره جاب ملحق، ولا اي حاجه من دي. وعدت ومعانا شهاده حسن سير وسلوك من المدرسه لما طلع منها. ما عملش مره مشاجره في المدرسه، وبابا راح له. احنا هنتجنن عشان كده. ايوه فعلا. طيب نتكلم مع والده اسلام. حضرتك كده قولي لي، اسلام كان ميوله ايه؟ احنا اتقابلنا معاه، اسلام شاب عنده 18 سنه، اخذ دبلوم تجاره السنه اللي فاتت. أيوة. وكان حابب يكمل تعليمه، لكن عشان الظروف الاقتصاديه مش مناسبه، فهو حاليا بيشتغل في محل اللي بيبيع الادوات المنزليه. لا حضرتك في شركه أيوة في شركه اللي بيبيع الادوات المنزليه. أيوة. ما فيش فرق قوي يعني. أيوة. ومرتبه 450 جنيه في الشهر. أيوة. وحتى بيقول ان حضرتك اللي بتحوشي له، يعني أيوة. هو بيديكي فلوسه وانت اللي بتحوشي له. أيوة. انا صاحبته. محوشه له كام بقى لحد دلوقتي؟ انا صاحبته دايما يا رب. انا صاحبته. محوشه له كام حضرتك لحد دلوقتي؟ الحمد لله. يعني هو بيقول انك انت محوشه له مصاريف. انا محوشه له مصاريف. ما اللي حوشته حضرتك انا حوشت عشان نروح معاد. راح دلوقتي. اللي حوشته راح. في المصاريف بتاعه المحاميين. أيوة. والحاجات دي هي. ايوه. طيب حضرتك اسلام كان قال ان هو بيدخن وبطل، عشان لسه كشفاله قبل العيد ب3 ايام، واتضح ان عنده انيميا. هو مش دخن، لا هو جربها. جربها اسبوع. لا هو قال انه دخن. أيوة. هو قال لي انا شخصيا يعني. ايوه ما هو قال لي جربتها يا ماما، ما انا قلت لك حضرتك انا صاحبته. انا اخته ومامته وصاحبته. وقال لي حاجات تانية بس مش هنقولها قدام الكاميرا بقى. هقولها لك انا بيني وبينك. خلاص حاضر. طيب قولي لي، هو اسلام بالنسبه للبنات ايه ميوله؟ انا عارفه ان ما عندوش اخت بنت. لا ما عندوش، معاه اخ. عنده اخ واحد، ربنا يخليهم ويبارك فيهم يعني. احترام الدنيا فيهم والله الاثنين الحمد لله. طيب هو علاقته مثلا بالبنات يعني برضو مثلا زي مامة محمد بتقول ان هو يعني على بنت الجيران دي اموره دي. هو معاه في الشغل. في الشغل. بيجي يحكي لي يقول لي يا ماما فلانه يا ماما محترمه قوي، فلانه مؤدبه قوي. ايه مقياس الاحترام عنده؟ يعني مثلا يعني يعرف ازاي البنت دي محترمه ولا لا؟ قله التهريج، عشان هو اتربى على احترام. لبسها. لبسها وقله لبسها لو لابسه محترم. لا اصل هم ليهم ليهم قصدي كده ان هو الشباب ليهم نظره هم يعني في الشغل ليهم اللهم صل على النبي، اللبس بتاعهم بيبقى يونيفورم موحد يعني زي بيبقى ما شاء الله فضفاض كده. لا بس هم كلهم بيغيروا اخر النهار وكل واحد بيعمل. لا اللي معاه في الشغل كويسين محترمين، اما هو في الشارع. لا انا قصدي هو برضه الشباب زي ما مدام كده بتقول ان هو كل واحد له مقياس يعرف البنت دي كويسه ولا لا. لا حضرتك ما بيعجبوش البنت اللي لابسه مش كويس. اللي هي مثلا بادي ومحزق وكده اهو. بيعلق عليها ازاي بقى؟ بيقول لي يا ماما دي بهلها خرجوها ازاي؟ دي ماما نزلت من بيتها ازاي؟ ده تعليقه يعني بيبقى. عشان وحضرتك محمد نفس الحكايه برضو، اللبس بيفرق معاه يعني، هو ده اللي بمقياس عنده ان هو يحكم عليه. وبعدين تعاملها هو يعني بنت الجيران، ما احنا عارفين ومتربيين سوا. بيبقى معروفه تعاملها ايه، ماشيها ايه. يعني ولاد الشارع الواحد. ده كلام بيبقى معروف. هي بره بتبقى ماشيه ازاي هو ادرى. يجي يقول لك دي محترمه، انا شفتها بره ماشيه محترمه. يعني طريقه مشيتها، طريقه لبسها، طريقه تعاملها مع الشباب، طريقه تهريجها معاهم. وبعدين في حاجه حضرتك، الشغل لما اتصل بيه واطمن عليه ولا اسال عليه، في بنات بترد عليا. طبعا بيشتغلوا. بيحلفوا بتربيه اسلام. ربنا يبارك لك يا ماما في اسلام على تربيته. شهاده تسالوا عليها في الشغل. ايوه كل مكان. طيب هو طبعا احنا كلنا عارفين ان في كواليس في حياه ولادنا احنا ممكن ما نبقاش عارفينها. ايوه مش احنا عارفين كده؟ مش بتبقى مع اصحابهم.
يا فندم مع اصحابهم الاهل ما بيبقاش عارفين عنهم حاجه. لا مش عارفين ما عنهم معنى حاجه، يعني الكواليس مثلا اكيد هو حضرتك؟ مثلا بيكلم صاحبه بيتفك معاه بكلمتين. ايوه يعني ده اللي قصدي عليه، ان هو مثلا انا مع اخوه بقى. يعني انا قصدي مثلا مكالمه التليفون اللي هي بتحصل قدامك غير اللي بتحصل من وراكي، طيب صح ولا لا؟ بس فهل عيب أخو ما فيش حضرتك. مثلا حد من اصحابهم جه قال لكم او يعني بيحكوا مثلا قدامهم، او انتوا كده وصاحبه وهو قاعد معاه سمعتوهم بيتكلموا عن بنات ولا كده ولا؟ لا يعني ما مش معقول يعني ما معقول. ما هو اقول لحضرتك على حاجه، هو عارف ان ده حرام بيصلي. بيصلي اسلام بيصلي. والله. ومحمد واسالي مواظب على حضرتك الصلاة؟ بقول لك عليه بلاش في البيت في الشغل. أحياناً. انا كنت دايما اعنفه في الحكايه دي. ويمكن انا بقول له اصل المحنه السن اللي انت ده فيها برضه دي. خلينا واقعيين، السن ده عاده ما عندهمش الضمير الديني قوي لا يعني. بصي حضرتك السن اللي فات وبعدين محمد انا شفته يعني لابس حلو ولابس نظيف وحاطط جل يعني الحمد انا حتى لله. علقت على هو كده. بيهتم مهتم قوي بمظهره. بشكله يعني يعني حتى يعني وهو احنا شفنا وكان قيد الحجز يعني هو بالرغم من كده كان مسرح شعره وكده منظف نفسه وغسل وشه وحاطط جل في شعره وكده. هو بيهتم بمظهره. حضرتك بقى يعني اسلام مره متصور كارت ومصمم يحطه لي، انا ما بحطش صور في الشقه، بقول له ما بحطش صور شخصيه البني ادمين في الشقه. انا بقول له ما بحطش صور. يقول لي معلش عشان خاطري يا ماما، شايفه هي اموره ازاي، حطيها. شايفه شكلي حلو فيها ازاي. لا هو امور بصراحه. هو شايفه شكلي حلو ازاي. انا بقول لك الصراحه، انا مش بقول لك لا وبيصلوا، لا انا عنفته كتير عشان يمكن انا في التوقيت ده بقول له يمكن عشان تقصيرك في الصلاه. هو ربنا عايز يشدك شويه. ربنا بيحبه. ده ربنا بيحبه. صحيح. ان بينبهه في الدنيا. صحيح. بينبهه في الدنيا. لا وبرده ما هو وهي محنه وان شاء الله معاه برده. بصي حضرتك يعني لا برضه اسلام انا كلمت لا حضرتك اسلام بقاله سنه في الشغل. دي انتظم فيها، انما قبل كده طبعا كان شاب يعني سنه سن المراهقه بقى. ما زالوا هما الاثنين مراهقين يعني احنا هنروح منهم. بس اسلام عاقل عن الاول. هو الشغل طبعا بيعلم مسؤوليه، بس يعني هو الشغل مش 24 ساعه برضه حضرتك. لا اسلام من الساعه احنا كلنا. طب ما انا برضه بشتغل اهو، بس في وقت بروح في النادي لا بيجي يشغل عندي نهزر مع بعض انا وولادي يعني. هو حضرتك بيجي عندي يشغل الانتركم ده اللي بتاع الصغير اللي بيشغلوه ده، يشغل التسجيل ويقعد مع نفسه معايا بقى، نقعد نهيص مع بعضنا كده يعني بيطلع بيطلع بقى ايه الطاقه اللي هو ما طلعش في الشغل، ما هو من 9 الصبح. طب هو بعد ما بيرجع من الشغل مش بينزل مثلا شويه مع اصحابه يقعد على قهوه يشرب شاي مش عارف ايه؟ بيبقى في منطلق قدام باب المنزل، قدام باب البيت، وعيني عليه والله ما كلام تليفوني قالوا يا اسلام انت بنقول لي ماما انا قدام عينك تحت البيت والله. لانه مش عنده وقت. بصي حضرتك هو يوم الاجازه يوم الاجازه بيخرج مع اصحابه، انما كل يوم هو من 9 اليوم اللي كانوا متفقين ل 9 بالليل. يا فندم كانوا متفقين ان هم يخرجوا ويتفسحوا بره. طب اقول لحضرتك حاجه على كده اللي هو يوم العيد. ما هم خرجوا واتفسحوا فعلا. ده تاني يوم. في حد ما يخرجش يعني اول يوم العيد حضرتك؟ اول يوم بيبقى عائلي عاده ما خرجش يعني. ما هو اول يوم بيبقى عائلي، الناس كلها متعرفين على كده. اتفقوا مع بعض ان تاني يوم يخرجوا ويتفسحوا مع زمايلهم. هم متربيين سوا بقى. مش كانوا على فكره ما كانوش هم الاثنين لوحديهم، ده معاهم كتير قوي. الشارع مش بتوع الشارع هم اللي روحوا. ما انا عارفه، انا بشوف الشكل المنظر. انا من سكان المهندسين، فانا بشوف العربيات وهي جايه من على كوبري ناهيه وبتنزل ناحيه المهندسين وكده. هو كتير قدام شارع الشهاب عند جاد والحتت دي يعني. حضرتك اللي كانوا معايا في الحفله في الشارع واتفاجئوا ان اسلام اتاخد ومحمد يعني جالهم ذهول. احنا كنا مع بعض في الحفله. محدش نسى ازاي عشان عارفين. طب وهم اللي راحوا معاهم بقى اكيد في منهم اتاخدوا برضه. حضرتك هم اتسابوا بعد كده. ايوه هم اتسابوا. طب هم ما قالوكوش على اي اساس اخدوا اسلام ومحمد؟ عشان كانوا طالعين على الكوبري جايين من بره بقى، جايين من مسبيرو بالراحه ماشيين على مهلهم، ما يعرفوش. ده مدخل في زحمه، بس زحمه العيد معروف ان العيد فيه اولاد كتيره بتاع، مش واخدين في بالهم. حضرتك وكمان اللي قال لهم تعالى لا مؤاخذه خد يلا كده بطريقه ايه كده يعني، فكروه لابس ملكي، ففكروه واحد ماشي في الشارع ضرب على الدماغ، فراح مديهم لا مؤاخذه عشان ما وقفوش، راح مديهم على دماغه وفي ميكروباص واقف بعيد شويه قال لهم اركبوا واللي حصل هم ما يعرفوش اساسا سوري لغايه تاني يوم مش عارفين. وبعدين يمكن حضرتك تعرفي كان في امن مركزي فاصل بيننا وبينهم ازاي. احنا اولادنا زي ما يكونوا كانوا معتقلين. ايوه ما كانوش نازلين من العربيه مش عارفين اولادنا وهم مش عارفين. هو لغايه امبارح بيقول لي انا هنا ليه؟
ايوه انا هنا ليه؟ ايوه مش عارف. قالوا لي خلاص. يوم هو همشي. عموما احنا كده يعني احنا برضو احنا قابلناهم وسمعنا منهم الكلام ده، واحنا زي ما قلنا في الاول احنا لا جهه تحقيق ولا احنا محاكمه ولا اي حاجه. احنا بس كنا عاوزين الناس يشوفوا معانا البيوت اللي جاي منها محمد ونعرف واسلام، ونعرف ربنا كتير. وربنا يا رب ان شاء الله يعني يعمل اللي فيه الخير باذن الله ويرجعوا لكم بالف الف سلامه. احنا عاوزين برضو ننوه، طبعا بنشكر حضرتك وبنشكر حضرتك وربنا ان شاء الله يطمنكم عليهم. عايزين بس ننوه انه هنستقبل مكالمات بخصوص الموضوع ده، لو حد شاف ولو حد حضر الواقعه